إلى تركيا الآن، حيث تعرضت غازيانتب البارحة إلى هجوم إرهابي راح ضحيته أكثر من 50 جريحا إلى جانب عشرات الجرحى بينهم أطفال. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يعرف بتنظيم الدولة هو المسؤول عن الهجوم. يبدو أن تركيا بدأت تقطف ثمار تقاربها مع روسيا وإيران. عاشت غازيانتب المدينة الحدودية مع سوريا ليلة دامية البارحة بعدما استهدف مجهول حفل زفاف، وخلف التفجير أكثر من 50 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى بينهم أطفال. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن منفذ الهجوم يتراوح عمره بين 12 و 14 عاما. أصدقاؤنا وجيراننا كانوا هنا. نحن نشعر بالحزن والأسى. إنها عملية غادرة. نريد أن ينتهي هذا كله. نحن نشعر بالألم، وخاصة الأطفال والنساء. من جهة أخرى، قامت الطائرات السورية ولأول مرة بقصف مدينة الحسكة ذات الغالبية الكردية. ويرى محللون أن هذا التطور يأتي في إطار صفقة روسية إيرانية تركية بتنفيذ سوري، خاصة قبل زيارة أردوغان المرتقبة لإيران الأسبوع المقبل. وتشير بنود الصفقة إلى اعتراف الأتراك بالنظام السوري طرفا في الحل السلمي مقابل منع المقاتلين الأكراد من السيطرة على مناطق أكثر، خاصة بعد نجاحاتهم السريعة في محاربة تنظيم الدولة والحد من تقدمه في عين العرب كوباني، إضافة إلى تحرير عشرات القرى من قبضة التنظيم، ما جعل حلم دولة كردية تمتد على مساحة نصف مليون كيلومتر مربع يلوح في الأفق. الحديث عن كردستان الكبرى التي تقع في الحدود المشتركة بين إيران والعراق وسوريا وتركيا لا شك يدغدغ الحلم القديم للأكراد. نحن نحاصر النظام من جميع الاتجاهات، ونحكم قبضتنا على عدة مواقع، وخاصة المواقع التي قرب الكنيسة. عندما اقتحمنا حي النشوة تمكنا من السيطرة على جميع المواقع. عادت النجاحات الأخيرة التي حققها الأكراد لتحيي الأمل الكردي الذي يمثل كابوسا للأتراك يدفعهم للتحرك قبل أن يتجسد.